بدنيه شويه. تونسيه الكره، فرجاني الساسي هايله ليوسف المساكني، جول فعلها القط يوسف المساكني من هناك كما كان متوقع. رامي بن سبعين يسجل ضد مرماه، كرة يوسف المساكني باليسرى. معليش نحن في بداية المباراة والمباراة ما زالت طويلة، والعودة ستكون بإذن الله في هذه المباراة، لأنه هذا الهدف مباغت وغير متوقع تماما. هذا راح يخلي اللاعبين التوانسة نعم يعودوا للخلف، سيدفعون الثمن طبعا كرويا لما يرجعوا للخلف. يوسف المساكني توغل اللعبة، شوف هنا من ساسي فرجاني ليوسف المساكني، رامي بن سبعيني بالخطأ، اي لا يسمندي بالخطا ضربت فيه الكره ودخلت مباشره باغتة الحارس ملك عسلة في هدف اول للمنتخب التونسي. معليش صدقوني لان المنتخب الجزائري بصدد لعب المباراة اللازمة اليوم امام المنتخب التونسي في هذا اللقاء. رد فعلهم راح يكون قوي من دون شك. الكرة هذه باغتت الحارس ملك عسلة بعد ما تسترجع تونسية. رامي بن سبعين لم يقدر، فوزي غلام في التغطية، حذر يا فوزي من وهبي بالراس. لا يا فوزي، يا فوزي، لا اعطى له ضربة جزاء الحكم، اعطى له ضربة. الشوط الثاني من هذه المباراة هدف للصفر وفرصة إضافة هدف ثاني للمنتخب التونسي في هذا اللقاء. كرة في ضربة الجزاء في تنفيذها اللاعب ناعم سليتي وملك عسلة. يلا يا ملك انقذها ضربة الجزاء هذه يا ملك عسلة وسليتي، يسجل جول ثاني ببراعة، يسجل جول ثاني على يسار ملك عسلة، جول ثاني لمنتخب تونس. لم يلعب في الشوط الاول ولكنه متفوق ب 2-0. يعني اللي يشوف الشوط الاول من هذه اللي شاف الشوط الاول ويرجع الان ولم يشاهد الشوط الثاني ونقولوا له بان تونس متفوقه 2-0 لا يصدق. فعاليه رهيبه عند عناصر المنتخب التونسي في مواجهتها للجزائر بالدرجه الاولى. جول ثاني بعد خطا فادح من فوزي غلام هنا من امام وهبي غزري، وضربة جزاء وهبي غزري كان ذكي جدا في السقوط في هذا الشكل، حاول يتجنبها فوزي غلام، ولكن اللاعب نعيم السليتي سجل هدفه الثاني مع منتخب تونس في مشواره في 7 مباريات دولية يلعبها مع منتخب تونس. 2-0 صارت النتيجة. في الكرة وفي الرياضة عموما تبقى تلعب إلى آخر معقولة وطبيعية. نتمنى فقط أنها تكون معقولة الانتقادات. أي نعم نعشق بقلوبنا ولكن نتمنى أن ننتقد بعقولنا. وجول سفيان يعيد المنتخب الجزائري إلى الأمل في اللحظات الأخيرة. هني بعدما سجل هدفا رائعا على يمين الحارس رامي جريدي في اللحظات الأخيرة من المباراة، كرة عدلان لهني سفيان بيمناه حطها على يمين رامي جريدي. ما زال 4 دقائق ويعود الأمل في المباراة في وقت كنت أقول بأن كل شيء انتهى. 4 دقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع، سيحاول اللاعبون الجزائريون الرمي بكل ثقلهم والعودة من بعيد. المهمة كم ستكون صعبة.